نستغل كده زحمة صلاح سالم، وحابب اتكلم عن الماتش بشكل فني. الصراحة غياب بنتايج بوظ الخطة اللي احنا شغالين عليها بقالنا فترة، ان بنتايج هو الباك ليفت، وان فتوح هو رقم 8 مع عبد الله السعيد بيضمنوا لك استحواذ وخلق فرص وصناعة فرص وكل الكلام الجميل ده. احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الشوط الاول في الخروج بالكورة. بطء محمد اسماعيل، كان عندنا مشكلة في الدفاع، ما بيلتحمش، مش سريع، مش قادر يرجع مع اي لعيب من بيراميدز. وكمان في الهجوم للاسف كانت بساطته كلها تحس ان هو فقد الحته اللي هو بيبقى هو مدافع بيعرف يطلع بالكوره وكورته حلوه، ما كانش قادر يعمل ده. تاني مشكله كانت عندنا ان عدي الدباغ طول الماتش ما كانش في حالته خالص الصراحه، يعني لا يعني كان قافل على فتوح، كان دايما بيتطرف على الطرف الشمال، قافل على فتوح، وحتى لما كان في القلب برده ما عرفش يستلم اكتر من كوره اتعملت له. غير كده الصراحه بزيرا لغايه ما جاب الجون انا كنت شايف ان بزيرا مش هو بزيرا. وطبعا الكره اللي صنعها لشيكو بانزا الاولانيه اللي ضيعها، من الماتشات القليله اللي بشوف بيراميدز بيدافع قصاد الزمالك طول الوقت وبيلعب على التحولات. الحمد لله على الثلاث نقط، يعني فاضل لنا ماتشين كمان مهمين، انبي والاهلي، ونقول يا رب ان شاء الله الدوري للزمالك، وباذن الله ما ننساش الكونفدراليه لان دي الاهم عشان فلوسها. عاش الزمالك وعاش حب في قلوبنا.